اوف 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 يا باي، محلى العتبة في ربوع بلادنا، ومحلى العتبة قلبي بعد قلبي وسري يا ربعي دفنت بقلبي يا يابا، القلبنا العرض قلبي بعد قلبي وسري يا ربعي دفنت بقلبي كتمنا سرنا ودقات قلبي مع الأحباب ورد وذهب يا باي يا باي يابا، حالي ضنا حالي ضنا حالي لا 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 يا مع بعض يلا. يا طير الطاير يا رايح عالديرين، تحميك عيوني وتصونك عين الله، والله يا مسافر مشتاقة هالجيرين، فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله، وجفراوي يا الرابع بين البساتين، مجروح جرح الهوى يا مين يداويني، جفراوي يا الرابع والله الغربة مرة، لو حلوها بالعسل ما بتحلى بالمرة، مهما جمعنا من المال بالذهب بالجرة، بيضل تراب بلادي كحلي بعينينا، جفراوي يا الرابع بين البساتين، مجروح جرح الهوى يا مين يداويني، عالهوى عالهوى يما رماني الهوى، عالهوى عالهوى يما رماني الهوى، وش بيصير يا ابن العم إذا التقينا سوا، وش بيصير يا ابن العم إذا التقينا سوا. شكرا شكرا. نحن نعلم ماذا يصير إذا التقى عدي الأخرس بجمهور مسرح المجاز. حبيبي يكون هذا الإبداع موجود. الأستاذ محمود التهامي. يعني نجم يا عدي ما شاء الله حبيبي. ما شاء الله، وعندك حضور بسم الله ما شاء الله. الله يبارك. وبعد كده أثناء ما في أدائك عجبني الجفلة الغير عادية، انك انت دايما اعتدنا الجفلة بتكون في القرار، لكن انت بتكفل في الجواب وبرضه في الاخر صفيت في القرار، وده اذا ما دل يدل على احترافية. شكلك نحيت يا عدي ما شاء الله. شكرا ما شاء حبيبي الله. من ذوقك والله. احسنت شكرا شكرا جزيلا. أستاذ لطفي بوشناق. صوت جميل، عرب جميلة، بس حابب أسألك النص هيحكي على شو؟ عن الشوق والحنين إلى الوطن فلسطين طبعا. على راسي وعيني، لأنه أنا حبيت سألت حتى أخي أحمد قطعوا على الكلمات تكون احنا في غناء ديني هذا بس. نعم نعم. فقعدت ننتظر أنك باش تغني كلمات فيها يعني نعم. وش بيصير يا ابن العم لو التقينا سوا؟ يعني هيا نرجع مع بعض نلتقي نشوف بعض نتزاور وهكذا. التقينا على مسرح المجاز. مرحبا بك. شكرا كل الحب. الصوت ممتاز والعرب حلوة والطاقة موجودة والحضور موجود، وربي إن شاء الله يوفقك. شكرا جزيلا أستاذنا. شكرا. الأستاذ أحمد بخاطر. يعني هو الأخوة في الله شيء جميل جدا، أنا حبيت الفكرة كلها. ونقطة واحدة أن أنت وتتكلم غير يوم أنت تنشد، فأنت تتكلم الحين أنا ما أحس أن الشخص اللي نشد يعني ما شاء الله يعني هنا
واللي يتكلم يعني هنا، فهذا شيء رائع انك انت قدرت توظف طبقات صوتك كلها بهذه الطريقه. الله يبارك. بس شيء واحد انا حسيت ان يعني اللحن كان يعاد يعاد يعاد. انا كنت حاب اسمع اكثر طبقات اكبر، يعني تطلع فوق تطلع، لان ما شاء الله عليك يعني عندك القدره تمام. يعني غير عن الباقي. ان شاء الله راح تسمع ما سيسرك ان شاء الله في المرات القادمه. وانا اطمع في ذلك ان شاء الله. هذا بيبين معنا في النتائج. هل في سهرة قادمة؟ إن شاء الله تكون أنت وزملائك موفقين. شكرا شكرا يا عدي. إذن من فلسطين ما زلنا محلقين مغردين بالإنشاد. نذهب